بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في الفيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما اتعودنا بنعلق على الفيديو الاول، بعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو ده صادم جريء، يعني واحد مش مصدق
يعني مستوى الانحطاط الاخلاقي اللي وصلنا ليه. المتصلة بتشتكي للمذيع أسامة منير، بتقول له ان امها بالمعنى الدارج كده شمال، ولما ابوها عرف جات له جلطة وتوفاه الله. وبعد كده بقى جرأة هذه الام يعني مش ترحم بقى بنتها، لا كمان مارست الزنا مع زوج بنتها. انا عايز بس اوجه رسالة للام اللي اكبر من زوج بنتها ده ب25 سنة. يعني انت مش خايفة من يعني انك تموتي في اي لحظة وانت على الوضع ده؟ يعني مش خايفة على بيت بنتك واحفادك؟ يعني انت بتعملي معصية كبيرة جدا وهي الزنا، وجوزك توفى ما عرف انك ماشية شمال، وكمان بتعملي علاقة زنا مع حارم مع جوز بنتك. يعني هتفوقي امتى؟ يعني فيديو الصراحة ربنا يكون في عون المتصلة دي، تقطع علاقتها بأمها خالص. دي مش دي شيطانة. تعالوا نشوف الفيديو ولكم التعليق. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا، وشكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نستقبل اتصال تليفوني وبنقول الو. الو. ايوه. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بيكي، مساء النور، ازيك؟ الحمد لله كويس. اتعرف بيكي؟ مش لازم اقول الاسم. طيب ممكن تعلي صوتك شوية بعد اذنك؟ خلاص ماشي. طيب كام سنة؟ 25. اتفضلي تحت امرك. عندي مشكلة جامدة اوي. لا قولي، اتفضلي معاكي تحت امرك، تعالي ندردش سوا. الو. الو. ايوه اتفضلي تحت امرك، احكيلي. حضرتك انا شفت جوزي وهو بيخوني. هو قريب وكده، شفته مع والدتي. انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 5 سنين. طيب انتي شفتي الموقف ده بنفسك؟ ايوه شفته. وموقف واضح وصريح ولا انتي؟ لا 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 لا، كان لسه يبقى واضح اوي يعني. لا يعني ولا دي ساعات البني ادم بيبقى فيه تهيؤات كده، بيبقى فيه نوع من انواع الحوار، شكل من انواع الكلام. الشكل. امال؟ انا مش عارفة اكلم حضرتك عشان حاسة ان انا تعبانة وقلبي وجعني اوي. ايوه يعني هل والدتك ليها سوابق في حاجة زي كده؟ ايوه انا والدي متوفي، وقبل ما والدي متوفي برضو جاتله جلطة بسبب كده. ان هي والدتك بتهزر مثلا او كده؟ ولا كان ليها علاقة؟ كان ليها علاقة مع ناس تانية. وهو جاتله جلطة بسبب كده وتوفى؟ طيب انتي شفتي علاقة ما بينها وما بين جوزك؟ ايوه كنا احنا بيتين عندي والدتي وكده، هي كانت معتبرة زي ابنها وكده، لقيتهم لسه هيخشوا مع علاقة مع بعض، بقيت أصرخ
طب لما صرختي قالت لك ايه؟ بقت تقول لي مفيش حاجة، وهو مش هو بقى يقول لي لا مفيش حاجة، وهي يعني هي قالت لك مفيش حاجة، هو اللي بيعمل كده؟ وهو قال لك لا مفيش حاجة؟ هو قال لي لا مفيش حاجة. بس كان الموضوع وصل كنت هتطلق وقلت لاخواتي كلهم، وكان هو مرضيش يطلقني، وفضلت غضبانة وقاعدة عند اختي وقعدوا يرجعوني لحد ما رجعت له بقى يعيط وبقى يقول لي معلش سامحيني. يعني اعترف بخطأه؟ اعترف. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ما سألتيهوش؟ بيقول لي ما هي السبب. هي السبب في ايه؟ هي السبب اللي خلتني اعمل كده. بس يعني هو برضو ما يعني نسي خالص انها زي امه يعني؟ مش عارفة والله. هي والدتك صغيرة في السن؟ لا كبيرة. وجوزك عنده كام سنة؟ عنده 32 سنة. يعني والدتك مثلا نقول أكبر منه ب20 سنة كده؟ ب20 سنة، 25 سنة. وهو قال لك إن هي اللي شجعته؟ أنا مش قادرة أنسى الموضوع ده يا أسامة لحد الآن في عيني، لحد الآن أنا بشوفه في عيني وأنا مش قادرة أنسى ومش عارفة أعيش معاه، رغم إن أنا بحبه أوي وأنا ماليش حد إلا هو. أنا ماليش حد إلا هو. أنا والدي متوفي، هي قاسية علينا جامد، فأنا لو اتطلعت منه أعرفي. مش عارفة. لا انا مش عارف اقول لك ايه. يعني اصل اللي انت شفتيه ده، او لو الموقف اللي انت شفتيه ده انت متاكده منه موقف صح، طبعا مش موضوع سهل، ولا هتعرفي تنسيه بسهوله، ولا هيتنسي، وهيفضل برضه جواكي شوائب طول العمر في الموضوع ده، ومش معروف له راس من رجلين. وظروفك السيئة انك لا هتقدري تعيشي، ولا تعرفي تشتغلي، ولا تقدري تتولي نفسك ومسؤولية. انت عندك اولاد؟ عندي ولد عنده 3 سنين. طب بص يا بنت الناس، في مواقف كتير قوي في حياتنا حلها ما هواش في ايد اي مخلوق، ولا عندي ولا عند اي حد. انت في ازمة كبيرة حلها الوحيد انك تقربي من ربنا قوي. القضية ان احنا لما بنقرب من ربنا بنقعد نصلي طقوس الصلاة. انت فاهماني؟ لا انت محتاجة جنب الصلاة بتاعتك، وجنب ما تخلصي يعني الفروض بتاعت الصلاة بتاعتك وكده، يبقى ليكي قاعدة مع ربنا. واقعدي احكي له، قول له انا متضايق، حصل كذا كذا، انا مش عارفة انسى ومش عارفة اعيش ومش عارفة اعمل حاجة. اتصرف، دبر لي انت، يا تنسيني يا تهديني يا تشوف لي مخرج للموضوع ده. انا نفسي انسى أسامة عشان اعرف اعيش. بصي، محدش هيقدر يخرجك من الازمة دي غير ربنا، لان ليه صرفة من اعجب ما ممكن يحصل موقف معين. انا مش عارف ايه، ممكن يحصل موقف لوالدتك تصعب عليكي وتبتدي تحني عليها عشان ظروفها الصحية والامور تبتدي تعدي. ممكن يحصل موقف يغير لك حاجات كتير، ممكن ما تنسيش طول عمرك وتفضلي عايشة كده. بس مش جوزي بس، لو جوزي بس هقول ماشي، لا في
برضه كان جوزي واحنا بنبقى عارفين. بص يا بنت الناس، مفيش حل غير انك تقربي من ربنا، لانك لو قلت لك اطلبي الطلاق النهارده هتروحي فين؟ لو قلت لك طلقيه هتروحي فين؟ هتروحي فين بولادك؟ مين هيصرف عليكي؟ هل هو هيقبل انك تطلقي وتبقي واخد لك شقه عايشه فيها، حتى لو قلتي انا هوهب حياتي لاولادي مش هتجوز تاني، وهو يتولاكم مصاريف من بعيد لبعيد كده؟ هل هتقدري على ده؟ هل هو هيرضى بده؟ لو الحل ده لا في ايدك ولا تقدري تنفذيه، يبقى مفيش غير انك ترجعي لربنا، وهو في البداية والنهاية لازم ترجعي لربنا، وهو ربنا ليه صرفة، ما تفهميش بقى بتتصرف ازاي، بتتحل ازاي، ليه تصرفات وليه حلول من اعجب ما يمكن، حاجات بجد ما يصدقهاش حل.